السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، واش راكم؟ نتمنى الجميع يكون بخير. هذه مدة كبيرة خلاص ما نزلت حتى فيديو، هذه تقريبا عام ما درت حتى فيديو. بعد خلاص على القناة لظروف خاصة، كما يعرفوا العباد اللي تعرفني اني زيت وجبت طفيلة. وان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام راح نحكي لكم واش هي الظروف هذه، ونحكي لكم كيفاه كنت وكيفاه وليت، واش الازمة اللي مريت بيها. ان شاء الله راح نحكي لكم كل التفاصيل باذن الله. كما على بالكم، ثاني الازمه تاع فلسطين، يعني وانا كاين من اهل ياسر اللي توفاو. ان شاء الله من اهل الجنه، ان شاء الله ان شاء الله شهداء يا رب العالمين. الله يرحمهم ويصبر، يصبر اهلهم ويصبر اهلي في فلسطين ان شاء الله، خاصه بنت عمتي. وش راح نقول لكم؟ حبيت نرجع للقناة بحاجة حلوة إن شاء الله. الله يحلي أيام الجميع إن شاء الله يا رب الحنين، ويعوض الناس كل خير. وإن شاء الله الأيام الجاية تكون خير على الجميع إن شاء الله، وخاصة أهلنا في فلسطين. اللهم نصرا دائما يا رب العالمين إن شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو، حبيت كما قلت لكم نرجع بحاجة حلوة. قاتو خفيف ظريف سامبل ان شاء الله تاع قهوه العشيه. هنا واش عندي كمقادير على السريع؟ عندي 3 حبات بيض، حبات البيض تاعي صغار. عندي كميه من جوز الهند ولا نواه كوكو. هنا كميه من اللوز المحمص. هنا اوسي باش ما نعطل، يعني باش نختصروا، نحاولوا نختصروا الجوز الهند حتى هو راح نحمصه شويه حتى يولي لونه بني. هنا عندي كيس ونصف تاع خميرة كيميائية. عندي كاس إلا ربع تاع زيت نباتي. عندي مغرف تاع مربى. هنا عندي أنا المربى اللي عندي متوفر، عندي مربى الفراولة. ديروا أي نوع مربى، ولا ديروا مغرف عسل، ولا كيما تحبوا. ونلموا بطبيعة الحال، نلموا وبلا ما ننسى شوية تاع ما زهر، ونلموا بالفرينة إن شاء الله. نبداو على بركة الله. قبل ما ننسى، هنا نسيت ما ذكرتش كاس سكر ناعم. نبداو على بركة الله. بعد ما حطيت البيض راح نضيف رشة تاع ملح، نخلط السكر والبيض مليح. بعد ما تخلط البيض مع السكر راح نضيف كاس إلا ربع تاع زيت، راح نضيفه بالتدريج. خلطت المكونات السابقة. حندير 2 مغارف تاع مربى. انا قلت لكم هنا عندي مني متوفر، عندي مربى الفراولة. تقدروا ديروا باي نوع مربى، والا تعوضوه بالعسل. ها خلطنا المكونات السابقة. دركا نجي نحط المكونات الجافة. هنا عندي جوز الهند محمص، واللوز. اللوز هنا تحاولوا ترحوه لقد ما تقدروا. انا هذا هو يعني اخر حد على الرحاية. نحيت شويه لاني نحتاجهم بعد، ونخلط. بعدها راح نضيف شويه تاع مزهر، حوالي مغرف تاع مزهر، ونعاود نخلط. هاي العجينه تاعي بعد ما لميتها، هنا خلوها شويه طريه. نحط في فنجان شويه تاع مزهر، ونبدا نكور. نعملوا حساب بطبيعه الحال الخميره. نعمل كويرات صغار، بسطهم هكا شوي، وراح نرمدهم في هذاك الطرف تاع اللوز اللي خليته هكا. نجيب طرف تاع لوزة كاملة، ولا نقسمو الحبة، ولا كيما نحبو هكا بالشكل هذا. ونكمل العجينة تاعي كلها. نحط الفرن تاعي يسخن، وبعد ما نشوفوا الحبات شويه في الكوزينيير بداو يتنفخوا، يعني تقريبا دخلهم الطياب، نخرج البلاطو تاعي ونزيد، خاطر حتى تنفخ الحبه، ونزيد نعمل لهم بالشكل هذا، باش حتى حبه اللوز راح تزيد ترجع تاخذ مكانها. نكملهم الكل ونطيبهم ونرجع لكم ان شاء الله. هاو الجاتو تاعنا بعد ما كملناه. هنا بعد ما برد درت له زينته برك بصوص فراز. حنقسم لكم كعبه تشوفوه من الداخل. هنا 3 حبات بيض داروا لي حوالي 60 حبه. ها هو الجاتو تاعنا من الداخل كيفاش، صدقوني يجي طعمته مليحه.
وهنا خلوه كما قلت لكم خلوه يحمر شويه برك، ما تحمروش ياسر باش يبقى من الداخل طري. وهذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وتنال رضاكم، ونخليكم على خير وعافيه، ولكم في امان الله، وفي فيديو اخر ان شاء الله. بالسلامه.